وصلت لمحطة الجيزة. تعالوا اخدكم معايا في فلوج سريع كده. انتوا عرفتوا انا رايحه فين؟ انا رايحه الاهرامات، بس انا رايحه افطر هناك في مطعم خوفو. فقطعت تذكره وبندفع دلوقتي بالكريدت كارد، مفيش كاش ابدا، عشان تكونوا عاملين حسابكم لو انتوا رايحين هناك. فاحنا رايحين يعني نفطر في مطعم خوفو، والمطعم ده بالذات عشان مشهور جدا، ويمكن احسن حاجه هناك لازم تكونوا حاجزين قبلها، مش اقل مثلا من اسبوع 14 يوم حاجه كده يعني. فاحنا كنا حاجزين قبلها تمام. فقبل ما ابتدي معاكم الفلوج ما تنسوش لايك وشير للفيديو، كومنت حلو زيكم كده. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا اهم حاجه اشعار الجرس عشان يوصلكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. هنا كده كنا وصلنا المطعم، ودي كده بصوا المنظر من قدام المطعم حلو قوي. واحلى حاجه ان في اتوبيسات بتوصلكم للمطعم وبتتحركوا هناك يعني فري بدون ما بتدفعي اي حاجه تمام. انت بس اهم حاجه بتكوني معاكي التذكره بتاعتك. وده كده شكل المطعم تحفه بجد، من المطاعم الحلوه قوي، والفيو بتاعها تحفه. وكمان في اجواء كده ام كلثوم، فيروز، عبد الحليم، بيشغلوا كده ميوزك هاديه جدا. انا النهارده حبيت ان انا ابدا الفلوج معاكم هنا اهو. النهارده احنا هنفطر في مطعم خوفو، طبعا هديه من اليوتيوب، انا بشكر جدا اليوتيوب على الهديه الحلوه دي. طبعا انا وريتكم الفيو، فتعالوا هنفطر مع بعض ونشوف هنفطر ايه مع بعض. وزي ما قلت لكم كده يمكن الصوت ما كانش واضح قوي، دي هديه بصراحه من اليوتيوب، فبشكر جدا اليوتيوب. كان عازمني على فطار في مطعم خوفو، وده كان الفطار لشخصين. عايزه اقول لكم الفطار كان حلو قوي قوي، في حاجات كتير زي طعميه وجبنه بالطماطم تقريبا، وفول وبيض اومليت كده، او اللي هو بيض عيون، مش عارفه بتسموها ايه. بصوا كده مع الفيو، يعني احنا قاعدين في حته بصوا خطيره، قاعدين فيو حلو، فطار جميل مع شخص بتحبوه، تحفه، مش احسن من كده. وطبعا نزلوا برضو الحلو. هقول لكم برضو يعني كلنا ايه بالظبط تمام. في حاجات انا اكلتها وفي حاجات ما اكلتهاش. دي كده كانت بطاطس تمام، معموله كده زي كريسبي، يعني هي من جوه طريه، من بره كده كريسبي وتخينه شويه، فكانت حلوه قوي. كمان هنا كنت بحطها كده ايه في الجبنه. كمان كان في بابا غنوج، وفي مربى وزبادي. وبصوا الطعميه ما جتش جنبيها، فانا اكتر حاجه كلتها ما كلتش عيش، فانا استبدلت النشويات بالبطاطس تمام. وهنا كانت الطحينه. عايزه اقول لكم اني يعني الاكل تقريبا راح زي ما هو، انتوا شايفيني باكل وبتاع، بس الاكل حرفيا راح زي ما هو. ما كلناش ولا الفول كلته بس كده مع حاجه صغيره عشان ادوقه، مع انه كان طعمه حلو جدا. والطعميه ما جتش برضو جنبيها بصراحه، لاني انا يعني بحاول ان انا ابعد عن الحاجات دي عشان القولون عندي. فكنت اكتر حاجه كلتها البطاطس والبيض والبابا غنوج، خلصته حرفيا كان تحفه. والبطاطس كنت بقى بحطها في الطحينه بتاعه، كان عاملين برضو الليمون مخلل مفروم، فكان حلو برضو. عايزه اقول لكم المكان هناك سياحي، لان مطعم خوفو من احسن المطاعم اللي موجوده في الاهرامات، فتلاقيه البادجت بتاعه غاليه شويه، عشان تبقوا برضو عاملين حسابكم. وكون ان هو ان انت عشان تروحي المطعم ده مش ان انت رايحه تزوري الاهرامات فتخشي كده، لا، لازم تكوني حاجزه قبلها. اول ما بتروحي بتقولي لهم ان انا حاجزه باسم كذا، فبيقولك اتفضلي مكان الترابيزه بتاعتك مثلا هنا، فاهمين قصدي؟ فلا بجد مطعم حلو قوي، عجبني، والسيستم بتاعه حلو برضو. فحاولوا ان انتوا تجربوه، يعني لو انتوا من برا مصر هيعجبكم جدا. فالمهم الاستاف برضو خطير، نظافة عالية، مكان حلو قوي، يعني جربوه. كمان كنت عايزة اقول لكم اول مرة اخرج بصراحة من غير اولادي، اول مرة اللي هو انا رايحة افطر اتفسح مش عارفة خروجة اروح من غير اولادي بصراحة. فانا اليوم اللي انا روحته ده كان يوم 14، وانا عيد ميلادي كان يوم 16 بقى. فانا بجد هي جاية في وقت
ابن لذينه. فحلو قوي برضو انبسطت. يا دوبك اول ما ابني نزل المدرسه انا رحت على طول. طبعا بنتي كنت سايباها قبلها بيوم عند ماما عشان اعرف اروح، لاني اخرهم هناك التوقيت 11:30 لطلبات الفطار، يعني من 9 ل11:30 ده وقت الفطار. تمام، من بعدها مش تعرفي ان انت تطلبي فطار تاني. فما كنتش هلحق لاني انا في القاهره والمكان في الجيزه، فكان لا لازم ان انا اروح قبلها. ده غير طبعا اول ما حجزت كان خلاص فاضل، يعني انا كنت رايحه اخر يوم ليا، لان هما كانوا مدين لي، يعني بقالي فتره هما باعتين لي الدعوه، بس انا روحت اخر يوم. متخيلين؟ كنت فاكره لسه يعني في وقت، فلما كلمتهم قال لي لا قدامك اخرك يوم 14. فالمهم انا كنت بوريكم هنا شفت القرصه، انا هقول عليها قرصه يا جماعه، انت هتقولوا عليها عيش، هي قرصه باللب. فكان اللب بقى كانت غريبه بالنسبه لي، قرصه باللب وكان عليها اللب بقى ايه اللي هو اللب الابيض متقشر طبعا، ولب كده اللي هو عباد الشمس. تمام، فكان غريب قوي. انا بقى عملت ايه عشان اعرف اروح بصراحه، عشان اخر الطلبات زي ما قلت لكم، مش عارفه قلت لكم ولا لا، من 9 ل11:30. فانا وصلت يا دوبك كان فاضل دقيقتين على ميعاد الطلبات وخلاص كده بقى وقت انتهى. فالحمد لله لحقت يعني. طبعا وديت بنتي بقى قبلها بيوم عند ماما عشان اعرف، فاختي كانت عندي بصراحه، خدتها روحتها واتقابلنا في المترو. وابني اول ما نزل المدرسه رحت انا جهزت على طول، وايه بقى رحت ماشيه. عايزه اقول لكم اتسوحت تسويحه هناك، المكان بعيد قوي، وانا اول مره اروح مواصلات واول مره اصلا اروح الاهرامات، مش متخيلين. فلا يا جماعه متعوده على طول يا اما اوبر يا اما العربيه بتاعتنا، فانا حاسه المواصلات دي كانت صعبه بالنسبه لي قوي، مش متعوده على المواصلات يعني. فكمان من القاهره للجيزه دي محافظه تانية. هتقولي انت من القاهره الجيزه جنبك؟ لا مش جنبي، دي بعيده قوي، طلعت بعيده. كمان وقت مدارس بقى كان نفسي اقضي اليوم هناك كله من جمال اليوم، لان بحب جدا الخروج في الوقت ده. بالنسبه لي الوقت ده جميل، الجو معتدل، اللي هو مع ان كان حر بالنسبه لي انا يا جماعه، انا بحب كائن شتوي قوي. بحب اخرج كده ما بين الصيف والشتاء، بيبقى الجو لذيذ بقى، ولا هو حر قوي ولا هو شتاء وصعب قوي. فبحب قوي الخروجات في الوقت ده. فكنت هنا مبسوطه بقول لاختي لا 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 الخروجه من غير العيال لا متعه برضو، لا تيجي نجرب بقى، احنا كل مره نخرج في مكان جديد، ومنها بقى ان احنا نصور ونتمتع كده، احنا صغيرين هنكبر نفسنا ليه؟ فلا بجد انبسطت قوي، كان يوم حلو قوي. كمان بقى اللي هو بقى يوم عيد ميلادي بعد بكره بقى وكده. ده كان الحلو بتاعهم، مش عارفه لبن بمكسرات وشعريه او كنافه، هنشوف. هنا اختي بقى كانت بتقولي بقى ان هي مش حباه تقريبا، او الشكل يعني ايه يعني ايه ده. فالمهم انا كنت بدوق وكنت بشرح لها ايه اللي موجود في الحلو ده. عايزه اقول لكم ان هو طلع خطير، انا خلصته بجد حلو قوي، بس ما اكلتش طبعا اللي هي الكنافه اللي من فوق. بصوا افهمكم على حاجه، كان في لبن جنبينا ومفروض ان انا بزوده لبن، بس انا ما بحبش اللبن، فانا كان في شويه لبن من تحت كده، مش عارفه هتكونوا شفتوه ولا لا. انا واحده ما بحبش اللبن يعني، مش بحبه. وبعدين لا يعني ممكن اكله مثلا في ايه، في كورن فليكس ويكون ساخن، لكن ده بارد يعني عشان هو حلو، بس انا بقى ما بحبش اللبن. المهم فهقول لكم بقى كان في ايه. اولا في الكنافه دي طبعا لما بتزودوا اللبن بتبقى ايه يعني بتطرى اكتر. تمام، دي حاجه. الكنافه اللي هي شعريه على حسب بقى البلدان، كان فيها بقى من تحت خالص بليله، وكان فيها عارفين البلح اللي هو الرطب شويه ده، اللي هو عندي شويه على عجوه برضو، وكان تين ومكسرات وكان زبيب وفول سوداني، وكان حلو قوي بصراحه. كمان القهوه بتاعتهم خطيره بجد. بقول لجوزي بعد ما روحت ايه، لا بس القهوه جامده. هنا بحاول ان انا اعدل شعري تمام، عشان مش عارفه يا جماعه شعري لما بيجي على ناحيه وشي كده وشي بياكلني كده. المهم بعد ما روحت بقول لجوزي بس القهوه حلوه قوي. قال انت عايزه تبقي في مكان سياح والقهوه بتاعتهم ما تكونش حلوه؟ وهنا بقى وانا بشرب القهوه عماله ابص لاختي واضحك على الكلام اللي هي بتقوله، هي كانت بتصور فيديو فمش عارفه قالت ايه ضحكني.
بس يعني كنت قاعده عماله ابص عليها وهي بتصور الفيديو. هنا بقى كنت بجرب الصور اللي هي بتمسكوا كده الهرم ومش عارفه ايه وكده. معايا بجد. تعالي نجرب دي. جت معايا صح ولا لا؟ هنا وانا بعمل مونتاج للفيديو لقيت صوت الاغاني كانت عاليه، فده ممكن يعمل لي حظر للفيديو بتاعي. فانا هقول لكم بقى الكلمتين دلوقتي. اول حاجه انا بشكر اليوتيوب على العزومه الحلوه دي، يا رب كده تفضل تهتينا كده على طول، هدايا حلوه. تمام. طبعا ما تنسوش برضو ان هو كان عيد ميلاده ال20، وده برضو عيد ميلاد يا جماعه. انا خلاص عيد ميلادي النهارده، يعني انا بمنتج الفيديو وانا عيد ميلادي النهارده، فاقول برضو كل سنه وانت طيبه. تمام. ما تنسوش برضو تتابعوني على كل الحسابات بتاعتي، سواء الفيسبوك الانستجرام والتيك توك، عشان بنزل لكم فيديوهات مختلفه عن هنا. تمام. بس كده. وبشكركم برضو كلكم على ان انتوا بتتابعوني وبتعملوا لي لايكات. عامه اللايكات يا جماعه مش بفلوس، يعني بعد اذنكم اعملوا لايك للفيديو ده، لان هو بس بيعلي من انتشار الفيديو بتاعي بس مش اكتر. تمام. فبشكركم جدا، واكتبوا لي برضو في الكومنتات لو انتوا حابين ان احنا نعمل جولة في مكان معين هنروح ونعملها. بس كده، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت حلو كده، وباي باي.